يقال إنه من بين أكبر المغنين بالقبائلية، قيل عنه إنه من بين أكبر الشعراء الذين أنجبتهم الجزائر، وقيل عنه إنه معلم من كبار معالم الشعر الأمازيغي. كثيرا ما شبه بامرئ القيس في الثقافة العربية، وعادة ما يقارن شعره بما كتبه فولتير في الثقافة الفرنسية. أما في الثقافة الأمازيغية فعادة ما يشبه بكبار الشعراء الذين أسسوا الشعر القبائلي أمثال سمو حندوم حند وسليمان عازم. إنه معلم الغناء القبائلي والأغنية الجزائرية وكل الفضاء المتوسطي، لأن العالم الأمازيغي جزء من محيط المتوسط والعكس صحيح. إنه دعامة الأغنية القبائلية. في الحقيقة غناؤه عبارة عن شعر. إنه شاعر مغني. هو على إلمام تام بالتراث، كما قلت لك من قبل، على دراية بأغاني الشيخ الحسناوي، سليمان عازم وزروق علاوة. يحترم كثيرا فن أسلافه، يتقن جيدا اللغة القبائلية، ويفضل كتابة الشعر على كثرة الحديث. استوحى إلهامه من أعماق الغناء القبائلي، على إلمام تام بالتراث الشعبي القديم. لقد أحيا روح هذا التراث في شعره وألحانه، وأحيا ما يحمله هذا التراث من فكر. يتحدث في أغانيه عن الحقيقة والنفاق والعلاقات بين الرجل والمرأة، عن مكانة المرأة في المجتمع. يتحدث عن الموت والحياة وعن الاستمتاع. حينما أستمع لآية منجلات يذكرني بفيكتور هيغو وسبينوزا وجيل دولوز. كل هذه المواضيع التي غناها هي مواضيع قديمة وحديثة في آن واحد. بدأ مشواره الفني في أواخر الستينيات. بدأه بأغاني الحب، حيث كان يتقمص شخصية المغرم الولهان الذي يخاطب حبيبته من دون وسيط ولا حجاب، بكلمات ليست كغيرها من الكلمات، عميقة وجريئة. استطاع الفنان أن يخترع أسلوبا جديدا للغناء الغرامي، اخترق به قلوب المغرومين وأدخله بيوت العائلات القبائلية المحافظة. أغاني الحب كانت محرمة ومن الأشياء المسكوت عنها. الكلام عن الحب كان ضمن الخطوط الحمراء. إذا كان سليمان عازم هو من أدخل الغناء إلى البيت القبائلي، فالونيس آية منجلات هو من أدخل الغناء عن الحب في وسط العائلة القبائلية. بفضل أغانيه يمكن اليوم الحديث عن الحب بين أفراد العائلة القبائلية والجزائرية. كان لقائي به عن طريق مؤسسة تريومف ميوزيك حينما شرع في إعادة تلحين أغاني السنوات الذهبية. كنت أشتغل مع تريومف ميوزيك وطلبوا مني الغناء معه، فغنينا سويا عدة أغاني مثل أوغالدا يضريف، عد إلي أيها الأنيق. بالسيف زمان وتلفاع، وغالد يضريف ولي ويبهباع، يفارق بالسيف زمان وتلفاع. روح غدسي والحيف نغاي والريف يصغر يتشيفي في غالب الشتوى، يصغر ويتشيفي في غالب الشتوى. السياسة بمعناها الواسع اقتحمت أغانيه في أواخر السبعينيات. ربما كانت رغبته كتابة الشعر عن الحب، عن بلاد القبائل، عن العصافير، عن الشمس وقبيلته.
كل هذا كان يكفيه، لكن بما أنه عاش فترة تمزق وصراع بين أطراف متناحرة، حيث تم التضييق على ثقافته وتم بناء المساجد بدل المدارس، كل هذا أثر على حياته ودفعه إلى التنديد بما يجري من حوله. يعيش في مجتمع وينصت إلى ما يشغل هذا المجتمع، معني بكل ما يجري من حوله، يشاهد الأحداث ثم يستوعبها، بعد ذلك يترجمها إلى شعر، لأنها أحداث تمس كافة الناس الذين يعيشون معه. نضال أيتمنجلات السياسي كان أيضا على صعيد المطالبة بحقوق اللغة والثقافة الأمازيغية. شاركت في مظاهرات الربيع الأمازيغي في نيسان أبريل من عام 1980. كنا نتوقع حدوث هذه المظاهرات لأن لغتنا القبائلية كانت مضطهدة. لغتنا الأصلية لم يكن لها مكان في عقر دارها. إنه ظلم عجيب. اصطف وراء الحركة النضالية، ألف أغنية الموسيو يقول فيها: وقعت على الأرض وتلطخ برنوسي. البرنوس رمز الشرف عند الأمازيغ. في بعض أغانيه كان شديد اللهجة ضد الجهاز الحاكم. حينما دخل لونيس أيتمنجلات فرنسا وسط السبعينيات، وجد الأغنية القبائلية تعزف فقط داخل المقاهي الباريسية، وضع لم يتقبله الفنان، ما دفعه إلى السعي وراء البحث عن مكانة لائقة للأغنية الأمازيغية، فوجد أجمل القاعات في ذلك الوقت قاعة الأولمبيا التي أحيا فيها حفلا تاريخيا عام 1978 أدخل من خلاله الغناء القبائلي إلى هذا المسرح المرموق. كان الحفل ناجحا للغاية. اندهش منه جان ميشيل بوريس مدير قاعة الأولمبيا الذي توفي مؤخرا. عندما شاهد الجمهور انبهر وسألني: من أين أتيت بهم جميعا؟ قلت له: لماذا؟ قال لي: لأنه جمهور أنيق ومهذب. كان إعجابه كبيرا بجمهورنا. اقترح علي أن أكون عضوا في فريق الأولمبيا. معنى ذلك أن الأولمبيا هي من تتكفل بتنظيم حفلاتي كلما رغبت بالغناء فيها. منذ ذلك اليوم وحتى الآن أستطيع أن أطلب من الأولمبيا برمجتي متى شئت. بشعر جميل عميق الأبعاد والمعاني، ساهم أيتمنجلات كثيرا في نفض الغبار الذي تراكم لعدة قرون على ثقافته الأمازيغية. بواسطة الغناء استطاع أن يقدم هذه اللغة وما تحمله من قيم إنسانية على طبق من ذهب لأبنائها ولكل العالم، كي يؤكد من جديد على أن هذه اللغة العريقة هي اليوم حية يمكن لها أن تزدهر وسط اللغات الأخرى وتواكب عصرها. حاول إثراء هذه اللغة حتى تتمكن من تسمية كل الأشياء، أن تعبر عن بعض المواضيع الفلسفية المعقدة.
التي لم تتمكن هذه اللغة من التعبير عنها لحد الآن، يؤكد أن الحديث عن هذه المواضيع ممكن بالأمازيغية. لنصوصه الشعرية معنى عميق وأبعاد عالمية، إنها تروي منطقة القبائل وما وراءها، يروي عالمنا المعاصر بإبداع وشعر جميلين. شهرته فاقت أغانيه بكثير، شهرته أصبحت فائقة. أتساءل أحيانا، هل يشعر بأهمية شعره وتأثيره على الجماهير؟ إنه جزء من التراث. بعدما صال وجال بين أرجاء بلاده وأنحاء العالم ينثر الشعر الأمازيغي على وقع الجيتارة، ها هو لونيس أيت منجلات يعود إلى باريس، هذه المدينة الساحرة التي فتحت له أبواب أجمل قاعاتها للحفلات. يعود ليعتلي منصة قاعة أكور أرينا. إنها المرة الأولى التي يعتلي فيها فنان من شمال إفريقيا هذه المنصة لوحده. أيت منجلات هو من سيفتح أبواب قاعة أكور أرينا للمغنين الآخرين. أكور أرينا قد تصل طاقتها الاستيعابية إلى 20,000 شخص. هذا الحفل سيكون تتويجاً لمسيرته الفنية. الجمهور سيكون في الموعد لأنه يحشد الجماهير. أجيال عديدة من الجزائريين ستأتي للاستماع إليه لأنه يخاطب جميع هذه الأجيال. لذا أقول إن لونيس أيت منجلات يشبه الأسطورة. حفل لونيس أيت منجلات المقبل على منصة أكور أرينا يوم 26 من نوفمبر بباريس، وحفل تاريخي للفنان ولكل الأمازيغ عبر العالم.